though, even though, despite و in spite of. الخمسة دولت اللي هناخدهم النهاردة وهنعرف الفرق ما بينهم. وعايزة أقول لكم الفرق مش كبير ومش اللي هو الواو، يعني مش حاجة صعبة، بالعكس هم سهلين جدا، هتقدروا ان انتوا تستخدموهم وانتوا بتتكلموا وانتوا بتكتبوا، وكمان هينقل الليفل بتاعكم للادفانسد ليفل، لان احنا بنستخدمهم في الكومبلكس سنتنس. خلينا يلا نبدأ كده ونشوف. أول حاجة كده though، though even though، التلاتة دولت بيجي بعديهم جملة كاملة، وكمان المعنى بتاع التلاتة هو على الرغم من. يعني ايه على الرغم من او بالرغم من؟ يعني هيكون في فكرتين متضادين. يعني لو انا جيت هنا قلت even though، اوكي، او لو قلت though او although، هيجي بعدها الاكشن، الحدث نفسه، والجملة التانية هتكون حدث مناقض للحدث الاول، اوكي، او النتيجة هتكون مضادة. تمام. ولو انا جبت الجمله هنا في النص، اوكي، even though والاكشن، فطبعا الجمله الاولى هتكون unexpected result، اللي هي هتكون حدث مضاد ليها. خلينا برضو ناخد فكره اللي لو هم جم في اول الجمله هيكون هنا في كوما، بس لو جم في النص مفيش كوما. نركز في البانكتويشن. طبعا في ناس بتحط لو هم جم في النص في كوما، but that it depends on the meaning، على المعنى. أول حاجة هنا عندنا كلمة although، زي ما انتم شايفين هنا هي جت في الأول although he is rich، بالرغم من إن هو غني، كوما he is not happy، هو مش سعيد في حياته. تاني جملة عندنا he is wise although he is young، هو حكيم بالرغم من إن سنه صغير. تمام. طب هل أنا ممكن أشيل although وأحط مكانها though أو even though؟ صح جدا، لأن التلاتة بيدوا معنى واحد، although و even though و though. تاني حاجة هنا عندنا even though، نفس برضو although و though. even though it rained they went hiking، بالرغم اللي هي كانت بتمطر بس هم عادي راحوا يتمشوا أو راحوا يتنزهوا فسحة. اوكي. even though many unfortunate things happened، بالرغم من حاجات سيئة أو سوء حظ حصل كتير، okay، they enjoyed their trip، هم انبسطوا بالرحلة بتاعتهم. ونفس الشيء هنا حطينا even though في النص، مفيش كما، اوكي، وهتدي نفس المعنى. she smiled، هي كانت مبسوطة، وعلى الرغم من هي خسرت الجيم بتاعها. we bought it، اوكي، احنا اشتريناها، بالرغم من it was really expensive، على الرغم من اللي هي كانت غالية جدا. فاللي أنا عايزة أوضحه لكم ال even though although التلاتة بمعنى واحد، على الرغم من جملتين بيجوا الجملة الأولى بتكون عكس الفكرة الأولانية خالص. though I don't like math، بالرغم ان انا مش بحب الماس، وعلى الرغم من دوت انا جبت الفول مارك يا جماعة، I got excellent in the exam، في الامتحان. though I wasn't keen on the film، انا ما كنتش حابب الفيلم وما كنتش مبسوط اللي انا احضره، I thought the music was beautiful، بس انا لقيت الموسيقى تحفة. تمام. وهنا انا معلملكم على الكوما. يبقى احنا كده عرفنا ان التلاتة بمعنى واحد، دي اول حاجة. عرفنا اللي احنا بيجوا بعديهم جملة كاملة، دي تاني حاجة عرفناها. وتالت حاجة لو هم جم في نص الكلمة فانا مش هحط كوما، ولو جم في اول الجملة انا هحط كوما قبل الجملة التانية. طب ايه بقى الاختلافات يا مها؟ اول حاجة although انا ما ينفعش اقول عليها even although، بس كلمة though عادي اللي انا اقول قبلها even though. برضو كلمة although أنا ما ينفعش أحطها في آخر الجملة، هي مكانها يا في النص يا في الأول، بس though عادي اللي أنا أحطها في آخر الجملة، بس أكيد مش هيجي معناها اللي هي على الرغم من، لأ دي هتدي معنى تاني خالص، وهنشوف كمان شوية. حد هيجي في باله كده طب إيه الفرق ما بينهم كده وما بين but؟ طب إيه الفرق؟ أنا عايزة أعرف. أول حاجة كده، ده مثال بسيط هيوضح لكم الفرق ما بينهم بكل بساطة. The soup was hot، ولكن أنا قدرت اللي أنا أشربها عادي أو أتناولها. برضو نفس الجملة though even though عادي جدا، بس أنا حطيتهم بالرغم من إن الشوربة كانت سخنة أنا قدرت أشربها عادي جدا. فإحنا بنعكس الجملة. مثال بسيط أهو، the soup was hot، الشوربة كانت سخنة ولكن أنا قدرت اللي أنا أشربها عادي، ولكن بس هنا بالرغم من اللي هي كانت سخنة أنا شربتها عادي، أكلتها. although the soup was hot I ate it،
عادي. برضو في even though عادي ممكن اقولها وممكن ابتديها I ate it even though the soup was hot. عكسنا الجملة عادي جدا. تمام. فده كده الفرق ما بينهم بكل بساطة اللي احنا هنعكس في الجملة نفسها. حاجة تانية، احنا قلنا though بتيجي في اخر الجملة، بس هيكون معناها ايه؟ وهل هي هتساوي لبط؟ خلينا نشوف. لو انا كده جيت قلت لك I don't like cooking، انا مش بحب الطبخ. I like eating though، بس انا بحب الاكل جدا. تمام. كلمة بس ديت I like eating though. Okay. I don't like cooking، أنا مش بحب الطبخ but I like eating، ولكن أنا بحب الأكل. فالفرق ما بين though but، اللي though أنا ممكن أحطها في آخر الجملة بس هتيجي بمعنى but هتحط في قبلها. الكلام ده طبعا ما ينفعش يتطبق مع even though أو although. We waited ages for our food، احنا استنينا كتير جدا عشان الأكل يجي. Okay. The waiter was really nice، بالرغم من ذلك الويتر كان لطيف جدا، فحطينا though في الآخر. ايه الفرق ما بين despite و in spite of، وايه الفرق ما بينهم اصلا ما بين though و though even though؟ عايزه اقول لكم اللي هم كلهم بنفس المعنى زي ما اتفقنا في اول الفيديو، بس الفرق حاجه بسيطه جدا في despite و in spite of اللي بيفرقوهم عن though even though. ان الفرق ما بينهم هو in spite of و despite بيجي بعديهم يا اما noun يا اما gerund، والgerund المفهوم بيه اللي هو ing، او احنا بنحط الverb plus ing، او هيجي بعدها pronoun، والكلام ده هنشوفه دلوقتي. بس هم كلهم بيدوا نفس المعنى على الرغم من لفكرتين مضادتين، الاتنين فكرتين عكس بعض. زي ما هنشوف هنا كلمة despite و in spite of زي ما قلت كده كلهم بمعنى واحد، وهنا برضو برعد لكم وبركز لكم على الفرق. هنا despite having a lot of friends، بالرغم اللي هي عندها أصدقاء كتير، علي is lonely. اوكي. علي برضو وحيد. اوكي. فهنا حطينا having ing. despite the danger، برغم الخطر، he was very calm، هو كان هادي جدا. the danger هنا noun، بس هو كان هادي جدا بالرغم من. even though we were in danger، لو لاحظتوا هنا جملة كاملة عشان أنا استخدمت even though، كان ممكن أحط عادي مكانها although، مفيش أي مشكلة، وأقول we were in danger. we هنا subject، were هنا الفعل، in danger هنا الadjective، كانت adjective. okay. so he was very calm. in spite of، بالرغم من studying hard، هنا طبعا جت gerund. okay. she didn't pass the exam، هي ما بالرغم ان هي ذاكرت كويس جدا بس هي عدتش من الامتحان. despite the rain، بالرغم من المطر. okay. we enjoyed playing football، برضو نفس الجملة هنا although it was raining we enjoyed playing football. time for practicing زي ما اتعودنا، ودولت كده 8 جمل. حاولوا ان انتوا تختاروا though ولا though ولا even though despite و in spite of، وتقولوا لي في الكومنتس انهي جملة هينفع معاها ايه وانهي جملة هينفع معاها ايه. متنسوش تعملوا شير الفيديو، سبسكرايب للشانل. انا مع حمدي، ده نص عليا ونص عليك.